بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن من الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم العذاب ولا هم يحزنون. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى بمحامده التي هو لها أهل، وأثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. أحمده جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وآلائه التي لا تستقصى. أحمده جل وعلا على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة. نحمده على نعمة الإسلام، ونعمة الإيمان، ونعمة الأهل والمعافاة. نحمده تبارك وتعالى حتى يرضى، ونحمده بعد الرضا أهل الحمد والثناء، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإني أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح لنا أجمعين من أبواب بره ورحمته وفضله، وأن يملأ قلوبنا رجاء في عطائه جل وعلا ونواله، وألا يجعلنا من القانطين من رحمة الله جل وعلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال أهل العلم عن هذه الآية الكريمة إنها أرجى آية في كتاب الله جل وعلا، وفيها أن ربنا جل في علاه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما عظم الذنب ومهما كبر الجرم. قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقوله جميعا يتناول كل ذنب: الشرك والكفر والقتل والزنا والسرقة، كل ذنب بدون استثناء، فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. وهذه الآية وهي في سورة الزمر لا تعارض قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الشرك داخل في الذنوب التي تغفر في قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بما في ذلكم الشرك بالله، وذلك إنما هو في حق من تاب من ذلك، بدلالة قوله لا تقنطوا من رحمة الله، أي توبوا إلى الله، توبوا إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب ومن كل خطيئة، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا بما في ذلكم الشرك بالله. وأما آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهي في حق من مات على ذلك ولقي الله والعياذ بالله مشركا، فمن مات على الشرك لا مطمع له إطلاقا في رحمة الله،
لا مطمع له إطلاقا في رحمة الله، ولا حظ له ولا نصيب من رحمته جل وعلا، بل أمره كما قال الله: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وذلك أن الكفار المشركين إذا دخلوا نار جهنم يوم القيامة يطمعون في بعض الأمور: أن يقضى عليهم فيموتوا، أن يخفف عنهم من العذاب، أن يعادوا إلى الدنيا مرة ثانية ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه، فلا يحصلون من ذلك من شيء، بل لا يكون لهم في النار إلا زيادة العذاب. ولهذا قال بعض المفسرين: إن أشد آية على الكفار أهل النار قول الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يطلب التخفيف، يطلب أن يقضى عليه فيموت، يطلب أن يعاد في الحياة الدنيا، فلا يلقى إلا زيادة العذاب. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ولهذا قال بعض المفسرين: إن أشد آية على الكفار أهل النار هي قول الله سبحانه وتعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذه الآية الكريمة آية الزمر فيها فتح عظيم جدا لباب الرجاء في رحمة الله، مهما كانت الذنوب ومهما كانت الخطايا ومهما كان الجرم. يقول الله عز وجل: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه دعوة منه جل في علاه لعباده أجمعين أن يسارعوا إلى التوبة وأن يبادروا إليها من كل ذنب وخطيئة، ووعد منه جل وعلا ولا يخلف الميعاد أن يغفر توبة من تاب وصدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته. بل إنه سبحانه يحب التوابين جل وعلا، يحب التوابين وهو غني عن توبتهم، لأن توبة التائب لا تزيد ملك الله شيئا، كما أن معصية العاصي وكفر الكافر وفسق الفاسق لا يضر الله شيئا. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى ولا تنفعه أيضا توبة من تاب. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ومع هذا كله ومع كمال غناه سبحانه وتعالى
فإنه يفرح جل وعلا بتوبة من تاب. فرحا هو أعظم من أي فرح يقدر في فرح الفرحين في هذه الحياة الدنيا. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا بين فيه عظيم فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة من تاب بذكر أعظم صورة في الفرح تقدر. قال الله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من رجل أظل راحلته بفلات، أي بصحراء قاحلة، أظل راحلته بفلات وعليها طعامه وشرابه، حتى إذا يئس منها استظل في ظل شجرة ينتظر الموت، لأنه في صحراء لا ماء ولا طعام ولا طريق، فاستظل في ظل شجرة ينتظر الموت. بينما هو كذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه. هذا الفرح الآن عندما ننظر في مقاييس فرح الناس كيف يقدر هذا الفرح؟ عندما ينظر الإنسان إلى فرح الناس بأمور الدنيا ومتعها. وهنا نلحظ أيضا كمال النصح، نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته وحرصه عليهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا أعظم فرح يتصور في العباد. ذكره النبي عليه الصلاة والسلام مثلا حتى يستحضر الناس هذا الفرح العظيم الذي عند العباد. قال: لله أشد فرحا من هذا براحلته، لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من رجل أظل راحلته إلى تمام الحديث. قال في آخره: فأمسك بخطام ناقته وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا الفرح الذي هو أشد فرح يتصور، فرح الله جل وعلا بتوبة عبده إذا تاب، أشد من فرح هذا براحلته، وهو فرح حقيقي يليق بجلال الله وكماله، ولا يجوز أن يؤول إلى معاني أخرى وأن يصرف إلى معاني بعيدة كما هو شأن أهل الكلام الباطل، بل يمر كما جاء ويؤمن به كما ورد على القاعدة التي دل عليها قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنؤمن بأن الله يفرح، وإيماننا بأن الله يفرح يزيد من إقبالنا على الأمور التي يفرح بها ويحبها سبحانه وتعالى من عباده. ومن ذلكم التوبة يحبها الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويفرح سبحانه وتعالى مع كمال غناه بتوبة عباده. لا أطيل في الحديث عن هذا، وإنما أريد أن أدخل في موضوع يتعلق بالتوبة مهم للغاية، ألا وهو أن الترغيب في التوبة والحث عليها وبيان فضلها وعظيم شأنها ومكانة التائبين وعظيم منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يطرق ويسمع في الخطب، في الدروس، في المواعظ، وكثيرا أيضا ما تتحرك القلوب عند سماع الوعظ وأهمية التوبة. كثيرا ما تتحرك القلوب إقبالا على التوبة، لكن ربما يكون ذلك التحرك تحركا وقتيا، وهذا أمر نعاني منه كثيرا في
حياتنا أن ندعى إلى التوبة، ولا تزال بعض الذنوب ملتصقة بنا، لا تزال بعض الذنوب ملتصقة بنا. نعلم في قرارة أنفسنا أنها تسخط الله، ونعلم أن التوبة منها أمر عظيم يحبه الله سبحانه وتعالى، ولا تزال ملتصقة بنا. لا نزال لدينا من التفريط والتقصير والتهاون في التوبة، وربما التأجيل لها والتسويف. فالمقام مقام مهم جدا، ويحتاج فعلا إلى معالجة. وجدت أن الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو عالم مرب فتح الله عليه فتحا عظيما في أبواب التربية والتأديب وتهذيب النفوس، شيء عجب يدركه من يطالع كتب هذا الإمام. وجدت له كلاما عجيبا جدا حول معالجة هذه المشكلة في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. عدة الصابرين أي ما وعد الله سبحانه وتعالى به الصابرين من عظيم المواهب وجزيل العطايا في الدنيا والآخرة، وذخيرة الشاكرين، وذلك أن العبد يتقلب بين أمرين، إما نعم أو بلايا ومصائب. قد قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. كتاب ابن القيم عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين كله حول هذا المعنى، الصبر والشكر. وفي أثنائه تحدث بحديث عجيب لم أره عند غيره عن البواعث الدينية التي تعين العبد على التوبة والخلاص من الذنوب. البواعث الدينية التي تعين العبد على التوبة والخلاص من الذنوب، وذكر 20 باعثا بالأرقام، الأول الثاني الثالث إلى 20، لكنك تقرأ عجبا من نفيس العلم وجميل البيان وعظيم النصح. وهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى جدير أن ينشر لأن الحاجة فعلا تمس إليه. وعدد رحمه الله مشاهد مهمة إذا شهدها القلب بعثت فيه ترك الذنب وصدق التوبة مع الله سبحانه وتعالى. وأشير إلى بعض ما ذكره رحمه الله تعالى من مشاهد إذا شهدها القلب بعثت فيه التوبة والعمل على العمل الجاد الصادق على الخلاص من الذنوب. قال رحمه الله تعالى: المشهد الأول مشهد إجلال الله. المشهد الأول مشهد إجلال الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ويقول: ما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه سبحانه وتعالى حق تعظيمه. ولهذا من المشاهد العظيمة
التي إذا شهدها القلب بعثت فيه التوبة والبعد عن الذنب ومجانبة الوقوع فيه إجلال الله سبحانه وتعالى. عندما تحدثه نفسه أن يذنب، أن يرتكب خطيئة، يذكرها بجلال الله، يذكرها بعظمة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الرب العظيم الجليل يراني ويسمع مقالي وكلامي، أفلا أستحي منه جل وعلا؟ وإن كان كثير من الناس ربما يستخفي بذنوبه عن العباد، وإذا خلا ارتكب الذنوب، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فهذا مشهد عظيم. المشهد الثاني مشهد المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى التي تعمر قلب المؤمن الصادق، وهي حاجز بين المحب الصادق وبين الوقوع في الذنوب. ولهذا قيل تعصي الإله وأنت تزعم حبه. فالحب الصادق الذي يعمر قلب المؤمن يحجزه بإذن الله سبحانه وتعالى عن ارتكاب الذنب ومقارفة الخطيئة. والله سبحانه وتعالى يحب عباده وعباده يحبونه، يحبهم ويحبونه. وحب العبد الصادق الذي يعمر به قلب المؤمن الصادق يحول بينه وبين الذنوب، بل إن الحب كما يصفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعظم محركات القلوب، أعظم محركات القلوب إلى أعمال البر والطاعة والعبادة وحسن الإقبال على الله جل وعلا. ومن المشاهد التي ذكرها رحمه الله تعالى مشهد الغضب، غضب الله جل وعلا على العاصي المذنب، وأن الله عز وجل يسخط ويغضب ويكره. كل هذه الصفات لله عز وجل جاء بها كتابه وجاءت بها سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وفعل الذنوب موجب للسخط، موجب للغضب، وغضب الله سبحانه وتعالى مؤذن بالعقوبة والانتقام، إما في الدنيا أو الآخرة أو في الدارين. ولهذا فإن العاقل يجتهد وينأى بنفسه عن فعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ومن المشاهد العظيمة التي ذكرها رحمه الله تعالى مشهد الفوات، عندما يرتكب الذنب ويقع في اللذة المحرمة فإنها شهوة لحظة أو لحظات، لكنها يتبعها آلام وعذاب وحسرات. أيرضى عاقل لنفسه بشهوة وتكون في لحظة محدودة ويسيرة ثم يعقبها العذاب؟ يفعل الشهوة وتبقى له الشقوة، تذهب اللذات وتبقى الحسرات، كما قيل
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فمشهد الفوات عندما يشهده العبد يردعه عن فعل الذنب وارتكاب الخطيئة. لماذا؟ لأن هذه اللذة المحرمة التي تحركت في نفسه وأقبلت عليها نفسه هي لذة لحظة، لذة لحظة، لكن يعقبها ماذا؟ يعقبها ماذا في الدنيا والآخرة؟ ومن المشاهد العظيمة التي نبه عليها رحمه الله مشهد مباغتة الأجل. مشهد مباغتة الأجل. الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت ولا متى تأتيه المنية، وقد يكون والعياذ بالله خرج من بيته لم يخرج إلا لمعصية، ما خرج إلا لمعصية، ثم يحول بينه وبين بلوغ معصيته الموت. بل إن بعض الناس سافروا إلى بعض البلدان ولم يكن عندهم نية إلا المعصية وماتوا في الطريق، هلكوا في الطريق. فهذا مشهد إذا شهده العبد عندما تحدث نفسه أن يسافر لمعصية أو أن يتحرك إلى معصية، يقول لنفسه هب أنني فعلا خرجت وفاجأني الموت وأنا في طريقي، ولقيت الله وأنا في طريق لمعصية. فهذا المشهد أيضا مشهد عظيم نبه عليه رحمه الله تعالى في جملة المشاهد التي نبه عليها. كذلكم مما ذكره رحمه الله مشهد البلاء والعافية. مشهد البلاء والعافية، والناس بين مبتلى ومعافى. الناس بين مبتلى ومعافى، وهذا أيضا مشهد عظيم. وأعظم البلاء الذنوب والعياذ بالله، وأعظم العافية من الذنوب. ولما جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال علمني دعاء أدعو الله به، قال سل الله العافية. فجاءه بعد أيام كأنه تقال هذا الدعاء، قال علمني دعاء أدعو الله به. قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أوتي العافية أوتي الخير كله. إذا أوتي العافية أوتي الخير كله. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يوازن بين الأمرين، بلاء وعافية. والعافية لا يعدلها شيء. من أوتي العافية فالعافية لا يعدلها شيء. وأعظم العافية وأهمها العافية من الذنوب والسلامة من غوائلها ومغبتها عياذا بالله من ذلك. ومن المشاهد التي نبه عليها رحمه الله مشهد إرغام الشيطان. مشهد إرغام الشيطان وإرغام النفس الأمارة بالسوء. وهذا مشهد عظيم جدا، أن الإنسان يتجنب الذنب، تدعوه نفسه للذنب فيتجنبه، يدعوه الشيطان إلى الذنب ويحضه عليه ويتجنبه، فيذوق لذة الانتصار في إرغامه لعدو الله وإرغامه لنفسه الأمارة بالسوء. ومن الدعوات المأثورة التي يشرع للمسلم أن يقولها في اليوم والليلة 3 مرات، مرة في الصباح ومرة في المساء ومرة عند النوم، ما جاء في حديث أبي بكر عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به إذا أصبح وإذا أمسى. إذا أصبح وإذا أمسى.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أويت إلى مضجعك. وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام وسخائه، سأل دعاء في الصباح والمساء فزاده أيضا عند النوم، وعلمه هذا الدعاء: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. تعوذ من 4 أشياء في الصباح والمساء وعند النوم: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وتروى أيضا وشركه، ويأتي بيان كل من اللفظين، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. الأولان مصدر الشر، النفس والشيطان، والآخران نتيجة الشر، نتيجة هذا المصدر. فأنت بهذا التعوذ تعوذت من مصدري الشر ومن مآليه وما يفضي إليه. فالشرور التي تصدر الآن من الناس وتقع منهم هي إما من النفس الأمارة بالسوء أو من الشيطان، من النفس الأمارة بالسوء ومن الشيطان. وأنت إذا جاهدت نفسك على البعد من الذنوب أرغمت نفسك وأرغمت الشيطان، مصدري الشر، أرغمت نفسك الأمارة بالسوء وأرغمت الشيطان، وحققت أعظم انتصار. وهذا المعنى هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. من جاهد نفسه، هذا أعظم الجهاد، أن يجاهد الإنسان نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يقوى على جهاد نفسه، لم يقوى على جهاد نفسه في طاعة الله، ليس أهلا لمجاهدة أعداء الدين والمنافحة عن دين الله، لأنه لم يقوى نفسه على الطاعة. تجده مثلا مفرط في فرائض واجبات. فالمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، ففي ذلك إرغام للنفس وإرغام للشيطان، مصدري الشر. قال: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، أي ما يدعو إليه من الشرك، وشركه أي ما يضعه للعباد من مصائد وفخوخ يصطادهم حتى يوقعهم في الذنوب والمعاصي. فهذا الذي جاهد نفسه على البعد عن الذنوب والتخلي عنها والبعد عنها أرغم النفس وأرغم أيضا الشيطان، وسلم أيضا من التبعة، أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وهذه الكلمة ما هي إلا لفت انتباه إلى كلام ابن القيم رحمه الله، وهو في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، والكتاب كله نفيس جدا ومهم للغاية. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا أجمعين توبة نصوحا، وأن يلهمنا رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو أن نجره إلى مسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم،
إنك أنت علام الغيوب. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا وإخواننا المسلمين في كل مكان بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله القوي العزيز المتين، أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم احقن دماءهم، واحفظ عوراتهم، وآمن روعاتهم، واستر عوراتهم يا رب العالمين. اللهم واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم من أرادنا أو أراد أمننا أو إيماننا أو أمن إخواننا المسلمين في كل مكان بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره إله الحق. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الشيخ، بالنسبة للتوبة، في توبة إنسان يتوب منا ويرجع ويعيد ويتوب ويرجع ويعيد ويستغفر يعني في ناس يقول لك إنه هذا هوى، ومتى تكون إنه يعني هو قد يوقع في الخطيئة مرات عديدة، يعني لا هو لما يبقى بألم
وحزن، ويعتم انه ما يوقع فيها، ويوقع مرات. يعني هل هذه هي صارت يقولوا هوى في النفس، وصارت انها يعني، او انه يعني الله سبحانه وتعالى يقبل منه هذا الشيء ويغفر له ويسامحه، وانه ما يؤاخذه فيها؟ كيف سؤالي واضح؟ نعم، يرجع هذا الأمر إلى مدى صدق الإنسان مع الله تبارك وتعالى في توبته. يرجع إلى مدى صدق الإنسان مع الله تبارك وتعالى في التوبة. وليس من شرط التوبة المقبولة ألا يقع العبد في الذنب بعدها، لكن من شرط التوبة المقبولة أن يندم الإنسان على فعل الذنوب، وأن يعزم عزما أكيدا ألا يقع فيها، وأن يقلع عن الذنب تماما. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في التوبة، وهي التوبة النصوح، قبلت منه توبته، ويبقى بشرا عرضة للخطأ والصواب، عرضة للذنب. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالتوبة المقبولة هي التوبة التي استجمعت شروط التوبة. السلام عليكم. عفوا شيخنا، بالنسبة للخطاب في قوله يا عبادي، هل هو موجه لعبودية يعني التوجه، ولا عبودية الخلق؟ يعني عندما قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هل هو يخاطب المؤمنين الذين وقعوا في المعصية، أو يخاطب كل الخلق في هذا الخطاب؟ العباد في القرآن يطلق ويراد به العابد، كما في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ويطلق ويراد به المعبد. وكل الناس عباد لله بهذا المعنى، الكافر والمسلم والبر والفاجر كلهم عباد الله بهذا المعنى. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلهم بهذا المعنى عباد لله. والمراد بالعبد أي المعبد المذلل. والخطاب هنا بدلالة قوله في تمامها إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بما في ذلك الشرك بالله يتناول الجميع، وليس خاصا بالمؤمن العاصي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ، جزاه الله خير. نحن الليلة سعداء جدا. السؤال كأنني فهمت ولعلي على خطأ، أن من سافر لارتكاب معصية ومات في الطريق أنه يؤثم ويكتب عليه أجر الذنب. ما أدري كيف أوفق بين هذا وبين أن المرء إذا هم يعني بذنب أو بجريمة ولم يفعلها لا تكتب عليه. أرجو توضيح ذلك فقط، جزاك الله خير. فرق بين هم لم يتبعه عمل وبين هم تبعه عمل. فرق بين من حال بينه وبين الذنب عدم قدرته عليه، وبين من حال بينه وبين الذنب أمر آخر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القاتل والمقتول في النار. في الحديث معروف قال القاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال أراد أن يقتل صاحبه، أراد أن يقتل صاحبه، لكن صاحبه سبقه إلى القتل. فالهم الذي يتبعه عمل ولكنه لم يتمكن، هذا معاقب عليه الإنسان. ففرق بين هم وقع في النفس ومنعه صاحبه وكبته
خوفا من الله ونحو ذلك، وبين شخص بقي مسترسلا مع العمل واتجه إليه لكنه لم يتمكن من ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب